اصلا انا دورت عليكي في الفيلا كلها ما لقيتكيش. فقلت ممكن انت تبقي في الاوضه هنا. انا كنت محتاج بشكير عشان خاطر اخد حمام. سوري ان انا دخلت الاوضه عندك من غير ما اقول لك. جيني، انا انا بقيت حاسس ان انا بقيت احبك قوي قوي. بتحبني عشان بجيب لك دراجز يا علي؟ لا يا جيني. طب اقول لك على حاجه. انا انا بقيت احبك انت. قصدي بقيت احب الدراجز عشان انت اللي بتجيبهولي. يعني بتحبيني اكتر ولا الهيروين اكتر؟ لا طبعا يا جيني، بحبك انت. ومش كده وبس، لا، ده انا بقيت احبك انت اكتر من نفسي. انا بقيت احبك اكتر حاجه في الدنيا دي كلها. طب لو ما فيش هيروين؟ مش مهم. المهم ان في جيني. عارف يا علي، انت اكتر راجل عاش معايا، بتستحمل عصبيتي وغيرتي. ده انا يا جيني مستعده استحمل لغايه اخر نفس في عمري. انت مش فاهمه حاجه. اوه يا علي، انا مش بحب الاواخر، واخر نفس ده انا اللي هقول امتى. لا يا جيني، ان شاء الله مش هيبقى في بيني وبينك اخر نفس. انا يا جيني مش هقدر استغنى عنك. انا بقيت احبك قوي. عارف، هو ده عيبك، انك بتحب قوي وبجد، ومش فاهم ان كل حاجه في الدنيا بتتغير، حتى الحب بيتغير يا علي. لا يا جيني، انا عمري ما هتغير. عمري. خد يا علي. ربنا يخليك ليا يا جيني. انا بحبك قوي. ازيك يا هاني؟ راجع ليه يا صالح؟ اهدي بس يا انا بكرهك، بكرهك يا صالح، انت سامع؟ طول عمري مستنياك وانت طول عمرك بتهرب. اهدي يا هاني. وجاي دلوقتي لما ترجع بتبيع بيتك وامك في القمار. ليه؟ ليه يا شيخ؟ حرام عليك. مش عايزه اسمعك ومش عايزه اشوفك. يا ريتك ما رجعت يا صالح، يا ريتك ما رجعت، يا ريتك ما رجعت. هاني مالك؟ قومي قومي. ليكي حق، أنا سافرت وسفرت إخواتك معايا وسيبناك لوحدك. إحنا اتغربنا بره وأنت اتغربت في بلدك.
حتى لما اتجوزت عشان تحمي نفسك كلنا وقفنا ضدك. صالح، ده ايه النور ده؟ كنت فاكرك مش هترجع تاني. مالك يا حبيبي؟ عايز انام يا نوسة، شوفي لي شقة. بس كده من عينيا يا سيدنا ناس. مش تاكل لك لقمة الأول؟ مش طالبة كلام، عايز انام. يلا يلا، هسكنك في أحلى شقة، شقة الدكتور مهنا. هو بخيل بس الشقة زي الفل. يلا تعالى. أما الشقة دي بقى ما أقولكش، منظر من فوق يهبل، في الدور ال23. وبعدين عشان تبقى عارف دي أرخص من الشقة الأولانية. طول عمرك حظك حلو يا صالح. إلا ما قلتليش، أنت لسه ما صالحتش هنا؟ يا صالح، يا صالح دي ملهاش غيرك، وأنت مالكش غير أخت واحدة. عشان خاطري، عشان خاطري يا صالح. تاكس القلعة. صالح، ايه الاعلام من خوليا دي؟ عنك شكلك تعبان. مجدي اللي قفل الباب كده؟ انا اللي عملت كده عشان محدش يخش البيت ده غيرك. بيت ايه اللي بتتكلم عنه يا شاو؟ البيت ده بقى بيت انا، وهشيل الجنزير ده وهدخله دلوقتي. وشرف امي يا مجدي لو عملت كده لا اقطع ايدك. اهدى يا شوقي. انت مش سامع بيقول ايه؟ يا جدع ايه ده، انا مش جاي في شر. امال جاي في ايه يا صالح؟ انا هشتري منك البيت بالثمن اللي تقول عليه. وانا ما عنديش بيوت للبيع. هدفع لك فيه الطقطقين يا مجدي. ما تلاقيش يا صالح. يا جدع البيت بيتي وبيت ابويا وكل الناس عارفه. كان بيتك وبيت ابوك، وخسرته وبقى البيت ملك انا. البيت بيتي واخده حتى لو بالعافيه يا مجدي. اوعى بس يا دي اوعى بس على ايدك. تاني هنا. استقبل. مهما كان ده برضه صالح، من حتتي. انا ما باخدش حاجه بالفتوانه يا صالح، كله بالقانون. انا قلت لك مجدي ده خسيس وتتوقع منه اي حاجه. يا ابو عفش ابويا، انا عايز عفش ابويا ولا هتاخد البيت باللي فيه؟ ها؟ اقصى عليك يا صالح، وانا حرامي عشان ابين لك ان انا جدع. حاجتك موجوده في الحفظ والسوق. لا انت مش جدع يا مجدي. والحاجه تنزل دلوقتي يا شوقي. هتنزل الليله دي.